الحرامي يسرق فيه، المعيشة صارت نار. الشعب السوري العظيم، أهل الجزيرة الكرام، إن وقفتنا الاحتجاجية اليوم ليست مجرد وقفة مطلبية، بل هي صرخة شعب أنهكته سنوات طويلة من المعاناة والويلات. صرخة شعب أنهكته سنوات طويلة من المعاناة والويلات، ورغم كل التحديات والظروف القاسية صمدنا ولم نهاجر، وبقينا متمسكين بأرضنا ووطننا، مؤمنين بأن الكرامة لا تشتري ولا تباع. إلا أن ما يجري اليوم في بلدنا سوريا من ارتفاع متواصل في الأسعار وتدهور في الأوضاع المعيشية وعجز المواطنين عن تأمين أبسط احتياجاتهم اليومية التي تحفظ كرامتهم وكرامة أسرهم، بات أمرا لا يمكن السكوت عنه. إننا نطالب الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها والعمل الجاد على تحسين الواقع المعيشي وضبط الأسعار وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واتخاذ الإجراءات الحقيقية تخفف من معاناتهم بدلا من تحميلهم أعباء جديدة تزيد من الفقر والعوز. كما نناشد السلطات المعنية الاستماع إلى صوت الناس، لأن مطالبهم محقة وتمس حياتهم اليومية بشكل مباشر، وأن أي تجاهل لمعاناة الشعب لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما ينعكس سلبا على استقرار المجتمع ومستقبل أبنائه. إن صوتنا اليوم هو صوت كل أسرة تكافح من أجل لقمة العيش، وصوت كل عامل وموظف لم يعد دخله يكفي لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة. ونؤكد أن مطالبنا هي مطالب معيشية وإنسانية مشروعة هدفها الحفاظ على كرامة المواطن وحقه في حياة كريمة بعيدا عن أي اعتبارات أخرى. ونأمل أن تجد هذه المطالب آذانا صاغية، وأن تترجم إلى خطوات عملية تعيد للمواطن ثقته بأن معاناته تسمع وأن حقوقه تصان.